ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا رجاله، عامل ايه؟ يا كنت دايما بخير. عودة جديدة، تيشيرت بقى جديد، هو عادي. اخر فيديو كان من 5 شهور، جالك بكوباية شاي فرزمن معايا كده وايه، ويلا بينا. الثانوية العامة وبالأخص تالتة ثانوي، السنة أنت كلها بتاخد على عينك بس، وبالذات لو أنت أزهر فأنت بتاخد على عينك من أول يوم لآخر يوم، كله ضرب ضرب ضربة في الشتيمة. في البداية أنت بتبدأ السنة عادي، تبدأ شهر 8 وشهر 9 وتقول الله ما الدنيا سهلة يا جدعان. أما في الناس اللي عم مقبراها والثانوية كذا والتالتة كذا وصعبة. في الفيزياء بتبدأ أول درس بتقول ما هي سهلة، والتاني درس بتقول ما هي سهلة برضه، والدنيا كمان لحد ما تيجي لحاجة اسمها قانون أوم. من هنا بقى بتبدأ وكرشف وما أدراك ما كرشف. من أول كرشف بقى بتبدأ تكره أول حاجة في الثانوية وهي الفيزياء. ولكن خليني أقول لك عزيزي إن مش الفيزياء بس هي الأصعب مادة. معروف عند الكل إن الفيزياء دي أصعب مادة، ولكن في الأصعب منها. هتقول لي هي إيه؟ هقول لك الصرف. هتقول لي إيه الصرف ده؟ صرف إيه؟ الصرف ده مادة سهلة أوي عارفينها. هقول لك اللي أنت خدته كوم واللي جاي كوم تاني خالص. أنا كنت ممكن أحل 50 سؤال فيزياء ولا أخش أذاكر صرف من ساعة واحدة. في سنة ثالثة هتاخد الصرف اللي بجد بقى، هتعرف يعني إيه صرف، وهتيجي وتقول لي أنا الصرف أصعب من الفيزياء. المهم بتبدأ السنة عادي، تعدي شهر 8 وشهر 9 وشهر 10، الدنيا في اللذيذ منه. يبدأ 11 الدنيا بتبقى برضه حلوة. يبدأ بقى 12 بقى يبدأ الجد، الدنيا تتشقلب، تتلابك، تتربك، تلاقي كتير في الوقت ده انت بتقع فيه. وفي نفس الوقت ده بتلاقي الناس كلها عامله معسكرات، معسكر احياء اسمه معسكر، كيمياء اسمه معسكر، فيزياء اسمه معسكر، عربي زي معسكر، انجليزي اوب كل حاجه وبعضيها. المفروض تخلص المعسكرات دي كلها في حوالي شهر. حرفيا انت بتبقى طالع من المعسكرات دي مش قادر اصلا، ما فيش نفس تكمل بعد كده. المعسكرات دي مالهاش اي لازمه طالما انت واخد المنهج، تقدر ترجع انت مع نفسك. استغلت الايام دي. المعسكرات دي صعبه، بس اللي بعديها الاصعب منها بقى تخش على ايه؟ تخش على العضويه، على الديني والار ان في الاحياء، تخش على الديناميك والاستاتيك في الرياضه، تخش تتلطش يمين شمال. هنا بقى بتبدا تكره الثانويه والايام اللي دخلت ثانوي اصلا. ولو انت ازهر هتكره الازهر باللي في الازهر، باللي دخلك ازهر بتندم عليه واللي دخلت فيه ازهر. كمل بيدخل عليك شهر رمضان. شهر رمضان ده العباده مش المذاكره، ده المفروض. بتقول بقى هشد في رمضان وهكون صايم وهشد اكتر وهكون جامد فيها، وفي الاخر بتطلع على عينك برضه ما بتذاكرش، تطلع من شهر رمضان مراكم اصلا. وفي الوقت ده بتكون بتبدا في العضويه، والعضويه دي مش عايز اقول لك اهم جزء في ثانوي كلها، لان العضويه دي حاجه كيمياء انت ما خدتهاش قبل كده اصلا. يعني الكيمياء ما خدتهاش ولا في اولى ولا في ثانيه ولا حتى في ثالثه. في نفس الوقت ده بتكون في الديناميك والاستاتيك، او بتكون في الدي ان اي والار ان اي، بتكون في اصعب المناهج اصلا، بتكون في اهم المناهج اصلا، اهم المنهج كله. وانت في الفتره دي بتكون بتضمحل. ليه بقى؟ لان ثانويه بقى الدنيا اتشقلبت. فين بقى بتاع شهر 10 وشهر 8 وشهر 9 الدنيا كانت لذيذه منه. اخويا بتاع 27 اللي عمال يشتكي بيقول لي اديني نصيحه اصلا انا بتعمل دلوقتي. اقول لك اصلا لو انت ازهر دلوقتي ما بداتش على شرعي يا اسطى، انت بداتش على شرعي بس يا اسطى. يعني عايز ايه؟ اعمل لك ايه يعني؟ انت بداتش على شرعي او عربي مثلا، فاعمل لك ذاكر الشرعي والعربي، خلص اكبر كم تقدر عليه من الشرعي كله وتبدا شهر 8 عشان تبدا وانت مستريح. المهم نكمل. خش بقى في العيد، نزل لك جدول الامتحانات. جدول الامتحانات يبقى اصعب من ايام حياتك كلها. هتقعد تصح على جدول الامتحان وبرضه مش هتغير زي ما حصل عندنا. هتاخد ال 20 ماده بتوعك في 30 يوم بس، مش عارف ازاي. والاسئله هتجيلك غلط في الامتحان، واقول لك لا احنا ما عندناش اخطاء زي ما حصل عندنا برضه، وده عادي يعني، تكبر كل ده. المهم تعدي العيد الصغير، هتخش بعدها في العيد الكبير. بعد العيد الكبير امتحانات، هتخش اول يوم في تاني يوم في تالت يوم ماده ورا ماده، اضرب تطلع من الماده بتقول هعوض في الجايه، واللي جايه اصلا بتقول هعوض في اللي بعديها. وبتجي في اخر يوم امتحانات بتقول يا رب بعد الدور الاول بس. تقعد تقول بقى الله يرحم ايام شهر 8 و9 و10 الدنيا كانت لسه منه. كنا بنقول ان الثانويه دي بسيطه والدنيا حلوه. بس خليني اقول لك، لو انت ازهر وناوي تاخد السنه كلها القرار ده حلو قوي ويا ريت ما ترجعش فيه. يعني كويس تقول هقسم السنه واجل ماده ومش عارف ايه وهيبقى احسن لي. حابب اقول لك ان التفكير ده هيبقى غلط 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 مهما كان في موقف. كنت بص اعلى حاجه من النضج بتاعك من تفكيرك هيبقى غلط برضه. صدقني انا عارف انا بقول لك ايه، اسال مجرب وما تنساش الطبيب برضه. ما تقعدش تسمع لنا نصايح المدرسين بس اللي هم اصلا كانوا دفعات 1900 وخشب. السنه دي هتلاقي ناس كتير بتلقح على بعضها بالكلام، ومدرسين كتير بيندبوا بعض. فاكر بابا في كذا بيقول لك لا انا الكبير في كذا فتقبل عادي. وهتلاقي اناشيد كتيره واغاني كتيره في السنه دي انت ما بتسمعهاش. وهتلاقي برضه افلام كتيره قوي في السنه دي، فحاول ان انت تتقبل الموضوع. يعني هتلاقي مدرسين كتير عاملين نفسهم نمبر 1 محمد رمضان في التمثيل. في مسلسلات كتيره قوي بالذات في شهر رمضان والعيد وافلام، فحاول تتقبل الموضوع ده كله وعدي عادي. ويا ريت ما يسمحوش، يعني ملوش اي صمت لازمه. السنه كلها كل عباره عن شهر 8 9 10 11 12 1 2 3 4 امتحانات. ما تعرفش ازاي. لو انت ازهر ربنا يعينك عشان تاخد اكتر واحد هياخد على عينه. انا مش بقول لك كده بخوفك، انا بقول لك كده من ارض الواقع، مش بقعد اطبل لك واعمل لك. صدقني الكلام ده بجد، فمش بخوفك. ده انت عشان تكون راجل يعني وقد المسؤوليه وانت عارف تدافع عن نفسك كده، تاخد نفس عميق. تقف كده تاخد نفس عميق
وتفكر في الايام اللي جايه انت داخل عليها. ده النجاح في السنه دي مش ان انت تجيب مجموعه عالي، نجاح تطلع منها سوي نفسيا، نفسيه تمام عندك، طلعت منها نفسيه تمام، فانت كده نجحت على فكره خالص. والله مش لازم تجيب مجموعه عالي، لان كده الامتحانات بيجي اصلا فيها اخطاء وبرضه مش هيعترفوا بالاخطاء اللي فيها، فتقبل ده عادي جدا. انت في اللجنه هتشوف الامتحان مثلا وهتقول له عن السؤال ده فيه غلط كذا كذا، هيقول لك ما فيش غلط، انت بس بتتكلم، فتقبل ده عادي جدا والموضوع ايزي يعني. في الازهر في 2025 نزل عليهم جيولوجيا، مش عارف بقى في 27 الازهر هيضيف لكم ماده جديده، في 20 ضاف لهم الجيولوجيا، في 26 ضاف لهم اسلامك، 27 بقى مش عارف يعمل لهم ايه، ممكن يضيف لهم ايطالي او المانيا او اي حاجه ويخترع لهم ماده جديده. اهم حاجه كل سنه لازم يزود، في العام بينقصوا واحنا لا لازم نزود، احنا علاقه عكسيه. طب في الامتحانات لا، علاقه طرديه طبعا، لازم نجيب نفس الاسئله كده يعني، فاهم؟ ربنا يعينكم وياخدكم لكل خير. مش عارف انا بتكلم كده ليه، عشان ما صورتش بالي كتير فالدنيا كده يعني. يا صاحبي اياك وكتب المدرسين، اياك وكتب المدرسين، اياك وكتب المدرسين، بقولها لك. الكلام ده هيكون ليه فيديو لوحديه عشان ايه؟ كوبايه الشاي خلصت. ان شاء الله في فيديو جاي ان شاء الله هكلمك على الدنيا احسن وهطور لك، وكون انت دخلت في الدنيا بقى ايه شهر 8 معاك ان شاء الله. فمتنساش اللايك والسبسكرايب عشان القناه واقعه اصلا لوحديها، احنا بقالنا 5 شهور ما نزلناش حاجه. ادعي لي من قلبك ان عدد دور اول على خير، عشان شكلها كده ايه ما فيش حتى كليه زراعه قسم خراطيم اللي كان نفسي فيها. دفعه 27 خش يا حبيبي ذاكر اكبر قدر من الشارع تقدر تخلصه خلصه، عشان مصدقني الشارع ده يعني ممكن مش عايز اقول لك ان اكتر ماده تضمنها لان مفيش ماده تضمنها في الازهر، الكلام ده كان قديم، بس يعني اكتر ماده ان انت ايه تقدر تحصل اكبر قدر درجات فيها يعني. اشوفك على خير الفيديو الجاي، سلام.